من أكتر الحاجات المؤلمة بعد التحرش مش اللي حصل، لكن اللي بيحصل جواك بعده. صوت داخلي مش بيسكت، يسأل ويعيد ويلف، وكأنه قاضي قاسي قاعد جوه دماغك. ليه ما عملتش حاجة؟ ليه سكت؟ ليه حسيت بخوف؟ يمكن أنا السبب. الحلقة دي مش عشان نلوم اللوم، لكن عشان نفهمه ونحطه في مكانه الحقيقي كأثر صدمة، مش كحقيقة عنه. بالمناسبة، الحلقة اللي فاتت ناقشنا التحرش كصدمة نفسية، والحلقة دي هنتكلم عن لوم الذات بعد التحرش وليه بنقسى على نفسنا أكتر ما نستاهل. مبدئيا كده، يعني إيه لوم الذات نفسيا؟ لوم الذات مش مجرد فكرة، دي آلية نفسية دفاعية. العقل البشري بيكره الإحساس بعجز، فلما يتعرض لحدث ما قدرش يسيطر عليه يحاول يرجع الإحساس بالتحكم حتى لو على حساب نفسه. فبدل ما يقول إيه اللي حصل كان اعتداء، يقول يمكن لو كنت عملت كذا. ده بيدي إحساس زائف بالسيطرة بس بيسيب جرح أعمق. طب يا دكتور، ليه العقل بيختار يلوم نفسه بنفسه؟ العقل بيفضل إن يحس إن عنده قدرة حتى لو القدرة دي وهمية، لأن اعتراف إن أنا اتأذيت من غير ذنب معناها إني عالم مش آمن، وإن أي حد ممكن يتأذى، وده إحساس مخيف. فالعقل يختار الطريق الأصعب عليك بس أسهل عليه. دي ظاهرة منتشرة شوية وأنا بسميها علاقة المجتمع ولوم الضحية. لوم الذات مش بيطلع من فراغ، المجتمع بيردده أسئلة زي كنت لابسة إيه؟ أنت ليه كنت في المكان ده؟ ليه ما صرختيش؟ دي مش أسئلة بريئة، دي رسائل غير مباشرة بتقول لو كنت مختلفة شوية ما كانش ده حصل. ومع الوقت الصوت الخارجي يبقى صوت داخلي، ويبدأ الإنسان يحاكم نفسه بدل ما يحاكم الأذى. في حاجتين لازم نعرف نفرق ما بينهم جدا، وهم المسؤولية والذنب. مهم جدا نفرق بين الاتنين. المسؤولية إنك تحمي نفسك دلوقتي وتاخدي خطوات تعافي. الذنب إنك تحاسبي نفسك على أذى أنت ما اخترتهوش. التحرش فعل اختياري من المعتدي مش نتيجة تصرف منك. طب يا دكتور، ليه لوم الذات بيستمر سنين؟ لوم الذات لو ما تفهمش بيتحول لأسلوب تفكير يظهر في تقليل النفس وجلد الذات والخوف من الغلط والشعور الدائم بعدم الكفاية، وساعات بيتلبس في شكل أنا دايما السبب حتى في مواقف ملهاش دعوة بالتحرش. طب يا دكتور، إيه تأثير لوم الذات على الصحة النفسية؟ لوم الذات المستمر ممكن يؤدي اكتئاب وقلق عام واضطرابات نوم وفقدان الثقة بالنفس وصعوبة في علاقات، ويأخطر إن الشخص يصدق إن هو فعلا أقل قيمة، وده مش حقيقة، ده أثر جرح. طب يا دكتور، إزاي نفك دايرة لوم الذات؟ مش مرة واحدة ولا بقرار مفاجئ، لكن بخطوات هادية. هم صغيرين، 4 خطوات بس. أول خطوة ملاحظة الصوت الداخلي من غير ما تصدقيه فورا. تاني خطوة سؤال بسيط، هل ده ذنب حقيقي ولا ده شعور ناتج عن صدمة؟ تالت خطوة استبدال اللوم بالفهم، أنا سكت لأني كنت خايفة مش لأني غلطانة. رابع خطوة السماح بالمشاعر بدون جلد. طب يا دكتور، إيه علاج؟ أنا شايفة إن بداية أي علاج هو التعاطف مع الذات. التعاطف مع الذات مش ضعف، ده شجاعة. إنك تقولي لنفسك أنا كنت محتاجة أمان، ده رد فعلي كان طبيعي، أنا هستحق الرحمة. ده بيهدي الجهاز العصبي وبيفتح باب التعافي. الخلاصة، لو صوت اللوم جواكي عالي ده مش لأنك سيئة، ده لأنك اتأذيتي ومحدش علمك إزاي تحمي نفسك نفسيا. لوم الذات مش حقيقة، ده عرض، والعرض بيتعالج. في الحلقة الجاية هنتكلم عن إزاي الجسد بيفتكر التحرش وإزاي الأعراض الجسدية بتبقى لغة ألم. ولو وصلتي هنا انت قوية حتى لو حاسة بعجز. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك، ولو استفدت منه شاركيه مع أصحابك. سلام.